دي هما يستضيفوه في القنوات. اضحك على روح. لحظه يا سيدي لو سمحت، لحظه، لانه انت اخي خليني نكملهم بعد اضحك. لا كمل هذا، لانه هذه مهمه، لانه عسب بعدل على كلامك. لك حريه الكلام، بس يعني تفضل كمل معك دقيقه اضافيه، تفضل. شكرا لك. انا مين نقول هذا لانه ياسر ضحك، هذا تاديبا لياسر، اعطيك دقيقه اضافيه. ما كاش مشكل. انا مين نقول لك بانه اجتماعيا وثقافيا الثقافات هما اللي اثروا في المجتمع. انا مين نقول لك بلي انه الغناء الجزائري منشور بكثره في المغرب. ما عندناش احنا في الجزائر تجي تتجول في شوارع الجزائر ما تصيبش غناء مغربي. ما عندناش هذيك العلاقه مع المغرب. تجي تشوف الفنانين، تصيب الفنان عبد القادر السكتار يجول ويصول في المغرب وفنانين ويستضيفوهم. روح الجزائر ما تصيبش فنان مغربي يفوت في القناه الجزائريه كضيف شرف ولا ما عندناش. تشوف انه ما كاش فنان مغربي الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه تستدعيه وتكرمه بجنسيه. احنا عندنا الشاب خالد المالك كرمه بجنسيه، احنا ما عندناش. احنا كجزائريين ناثروا فيهم، احنا عندنا ناس جزائريين فنانين ياثروا فيهم. الاكلات ايضا اخذوا منكم اكلات، صح؟ كاين في وجده نص الاكلات جزائريه، حتى والزليج هذه الزليج عنده قصه اخرى ما نتكلموش عليها. والجلابه هذه والرزه هذه كلهم اخذوهن منكم. شي الرزه العمامه اللي كانت في وجده، احنا نقول العمامه. نقول العمامه هذيك اللي كانت في وجده. لا هذا الزي المغربي الذي نراه يمكن اصله جزائري. وينه اصله جزائري؟ نعم. شوف يعني شفت الهندام ديالهم، يعني عندهم اخي جلابات، اقسم بالله الواحد يلبسن يفكر نفسه ملك، قسم بالله. يعني اكيد هذه لها اصل جزائري تقريبا. قول عادي، قول. لا ما قولش بانه هذا اسمعني هذه اهل المنطقه. هذه العباءه العربيه صنعت بجلد الوبر الجمل. عند وين كاين الجمل تسيب هذيك. حتى في تونس كاين. احنا في الجزائر نعيطوا القشابيه، احنا الجلابه عندنا تاع النساء. هما الجلابه يقولوها للراجل كيما القفطان قال لك. طيب صل على رسول الله. احنا عندنا القفطان. ما هو جلد الوبر؟ دقيقه ياسر اخي. شكرا لك اخي كريم، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، هو الفرع يأخذ من الأصل وليس العكس. شوف، أنت إذا أخذنا تاريخيا الأمة المغربية موجودة قبلك حتما، يعني ما تستطيع أنت حتى أن تنكر. ممكن يطلع لك ياسر الآن يسرد لك تاريخيا عمولات، حاجات أنت لم تكن موجود أصلا من حيث الأساس. كنت مستعمر، يعني تنتقل من حضن مستعمر إلى حضن مستعمر آخر. بينما هناك أمة، أو كما قال اليوطي اللي أنتم تحبوه في مذكراته، قال جئنا الجزائر فوجدنا تراب، وجدنا غابة، ما فيش بشر، ما فيش حضارة، ما فيش لبس، ما فيش حتى سكران طيح في الدروج، ما فيش حاجة ولا في شيء. رباح شوية من هذولاك الطبوزين هذولاك. لا ايش اسمه هذاك، هذيك شاف أبو مهدي، ايش اسمه اللي شفناه في حديقة هذاك، نسيت اسمه يا أخي هكذا. ليوطي اللي أنتم دائما تقحموه فيه عندما يذكر تاريخ المغرب، قال جئت إلى الجزائر فلم أرى فيها إلا أشباح، إلا خراب، إلا شجر وحجر وتراب. لكنني عندما أتيت إلى المغرب وجدت أمة، وجدت حضارة، وجدت قوانين، وجدت مدنية، وجدت كل شيء. فكيف للأصل أن يأخذ من الفرع؟ أنت بالمخ بالعقل، أنت في أحضان الجزائر الفرنسي، وبعد ذلك أخذك العثماني أو العثماني قبل، بينما كان هناك أمة مغربية لها لبسها، لها ثقافتها، لها فلوسها، لها عملتها، وأنت ولا حاجة. ما قد لم تتكون لديك في تلك اللحظة هوية من حيث الأساس. يعني أنت بلا هوية، كيف سيأتي لك لبس وتراث وغناء ومدري إيش وهذه الأمور كلها؟ إذن يا أخي أنا أقول لك، وأنا يمني، أنت تقلب الأمور رأسا على عقب. هم الأصل، أنت الفرع. لذلك أنا أقول لكم أنتم كتبونيون، إذا أردتم أن تتغلبوا على عقدة انعدام الهوية، قل أنك مغربي. هذا الحل يا كريم. بدل ما يطلع لك ماكرون يقول لك أنتم أمة بلا هوية، يقول لك كذاب أبوك، نحن كنا من ضمن الدولة المغربية، أصولنا مغاربة، نحن هكذا أشرف لك، والله أشرف لك. بدل ما تظل أنت الآن بلا شيء. ما هي هويتك؟ من أنت جزائري؟ إيش جزائري؟ يعني جزائري من؟ كم عمرك؟ من أنتجك؟ من أوجدك؟ من سمك جزائري من حيث الأساس؟
وين تاريخك؟ وين عمقك؟ وين ما عندك شيء. فمن الأنسب لكم والله أن هذا مخرج أخلاقي ومخرج نفسي. لو عندكم أطباء نفسيين لعالجوكم من هذا الآفة. إنه يا أخي الكريم أنا أعيش أزمة هوية وأصلي الأصيل. إذا أنت تريد أصلك فعلا، أنت كنت ضمن التركيبة المغربية، كنت ضمن الإمبراطورية المغربية إلى أن عطوكم استقلال، حتى ما قد فيش معاكم ورقة الاستقلال إلى الآن. أحسن لك قول أنا أصلي مغربي. إذا المغاربة هنا هم الأصل، أنت الفرع، أنت كجزائري فرع. المغاربة يستطيعون الآن ياسر بعد شوية يحط أمامك 50,000 دليل أنه الأصل وأنت الفرع. فكيف كيف للأصل أن يأخذ من الفرع؟ قل لي عندما تقول لي أخذوا مننا وأخذوا مننا، العكس صحيح، أنت الذي أخذت. أنا أعطيتك دلائل مادية. دقيقة. أنا صعطيك دلائل. لا دقيقة، أنا بيعطيك مغربي دلائل مش أنا. اسكت بس انتظر، بيطلع لك مغربي الآن يعطيك بعدها. تعرف ياسر، وأنت حظك إنه جا وراك ياسر، يعني هذا من أنت مسخوط الوالدين أنا أعتبرك إنه وراءك ياسر مباشرة. فبالتالي يا أخي الكريم اخرجوا من هذا المرض الذي أنتم فيه، الجنون العظمة وأننا قوة ضاربة. أنت والله العظيم إذا قارنتك بالمغربي أنت كجزائري مجرد نكرة. أخلاق أسعد لحظة لحظة يا فضلك، لا احترم يا أخي لحظة، الله يرحم والديك. ما تقوليش نكرة صح؟ لا نكرة، لا نكرة ونص إذا قارنتك بالمغربي. لا ما تقوليش نكرة. لا المغربي أنت نكرة، مش أنت يعني. لا يا أخي كريم أسألك بالله، يعني من أنت عشان تقول لي ياسر يتكلم على بيت تكون مغربي أكثر من مغربي؟ يا أخي لحظة خلاص فقط خليه يتكلم. لو أخذنا موضوع الأخلاق كمنظومة متكاملة، يا أخواني أقسم لكم بالله أنكم ضربتم أنتم كجزائريين، أو لا نعممكم كلكم، لكن الظاهر الموجود في وسائل الإعلام في كل مكان أوسخ أمثلة لسوء الأخلاق وسوء الجوار والفجور في الخصومة. بينما المغربي، أنا الآن مريت والله العظيم أنا الآن قبل شوية وصورت لياسر، كنت مع ياسر، تذكر يا ياسر؟ أنا الآن شورت لك بيت القنصل فاضي، البيت فاضي ما عاد أحد فيه، ما فيش قنصل ولا يحزنون. هنا في وجدة والعلم الجزائري يرفرف على هذا المبنى. لا نزلوها المغرب، قد هو علم هكذا مهترئ، قد أكلها الصدى، قد حالة ما حد غيره، لأنه البيت مهجور ساكنين فيه جن، ما حد فيه جن. لا نزلوه ولا أبعدوه ولا أشالوه، يعني رقي. بينما أنت داخل مباراة كرة قدم 90 دقيقة فقط، تجي يقول لك نزل العلم المغربي، وفي الأخير يصفعوك صفحة الجن وألزوا وأجبروك أن تنزل علمك داخل الملعب. أي أخلاق لديك يا أخي؟ مجرد الأخلاق. حتى لو مثلا قلنا طزوا في أمة التاريخ يا مغاربة، طزوا في أمة التاريخ، ملعون من بحث في التاريخ، خلونا نحكم على الأخلاق. يا أخي إذا غرتك الأصول، هكذا نقول إحنا في اليمن، اسمعوا هذا المثال، تعلموا الأمثال اليمنية. إذا غرتك الأصول دلتك الأفاعيل. إذا أنت في مجتمع لا تعرف ما هويته ما أصله، شوف أفاعيله. أقسم بالله أفاعيلكم زبالة، أقسم بالله يا كريم، والله لم يروج لليهودية والنصرانية مثلكم. اليوم المغربي الذي انتهكت أعراضه في المسيرة الكحلاء، والذي مورست عليه أبشع أنواع الظلم منكم كجزائريين، يقارنكم باليهود، يقول سلام الله على اليهود، سلام الله على الصهاينة. عشي أوسخ من الصهاينة؟ أنت أكبر من روج للصهاينة. إذا قارنا جرائمكم المتعاقبة في رؤسائكم وإلى الآن وإلى فجور الخصومة الذي في نفوسكم، أقسم لكم بالله أنكم أكبر من روج للصهيونية، وأكبر من روج لليهودية، وأكبر من روج للبوذية، لأنه لا يوجد أوسخ من هذا النفحة العدائية التي موجودة فيكم تجاه المغرب. هذا واحدة. الثانية أن أملاك الجزائريين في وجدة مصانة. شوف مصانة، أنتم في 75 في العشرية الكحلاء كان الجزائري الذي يبلغ على مغربي، رغم أنهم اندمجوا، بعضهم مغربي لا يعرف المغرب، عمره ما راح المغرب، قدوا جزائري بس من أصول مغربية، ينهب بيته وتنهب أمواله، حتى الأقراط من آذان النساء أخذوها، أخذت كل شيء. الآن أنا في وجدة، وهذه شهادة لك
وللتاريخ إن كان لك ضمير وإن كان لكم ضمائر، أقسم بالله أنها عرضت علي بيوت واستعدوا لي أن يأتوني بوثائق مهجورة منذ 30 ومنذ 40 سنة. هذه لجزائريين لم يدخلها أحد ولم ينتهكها أحد ولم يصادرها أحد. ويقول لي واحد من أعيان منطقة وجدة، قال أقسم بالله لو جاء الجزائري الآن بمفتاحه لفتح بيته ودخل، ما فيش كلام. في وجدة أنت يا أخي أخذت القروض من أذان النسوان في العشرية الكحلان. أنت وين جيت تقول لي أملاك الجزائريين في وجدة أخذوه؟ لأنه موجودة يا أخي، موجودة. أم بوتفليقة وجدة أمه واللي خلفوا عايشين هنا وعيالها ما عندهم أي مشكلة. حتى لو تجي أنت والله ما حد يمسك بسوء في وجدة. بينما اليوم المغربي مطلوب، يعني كأنه لا تكتمل وطنية الإنسان الجزائري إلا إذا سب المغرب. إذا سبيت المغرب أنت مش وطني. إذا ما سبيت المغرب أنت مش وطني ولا جزائري. كأنه خلاص فرض الركن الأساسي لأن تكون جزائريا وطنيا لابد أن تعادي المغرب. لا تعادي فرنسا ولا تعادي أحد، لكن عاد المغرب ضروري. فجور في الخصومة يا أخي ما شهد له التاريخ مثيل. أما مسألة أنه المغرب دخلت في اليمن وراحت، دخلت وخرجت، ليش أنتم تأخذوا جزء من الحقيقة ولا تأخذوا الجزء الآخر؟ على هذا أنا التقيت بالعثماني، أنا التقيت بسعد الدين العثماني وتناقشنا في هذا الموضوع، وتناقشنا في مسألة تدخل وهو كان يومها رئيس الحكومة، والتقيته في الرباط ودار نقاش. يعني بكل بساطة يا أخي هم دخلوا لكن خرجوا. لماذا لا تثمن أنت أنه خرج؟ عندما رأى انحراف في بوصلة التحالف خرج. انتهى الموضوع. بس أنت إلى الآن يا جزائري تدعم إيران في اليمن. على الأقل المغرب عندما دعمت التحالف العربي ووجدته انحرف عن المسير خرجت واعتذرت وقالت انسحبت من التحالف. أنت إلى الآن مؤيد لإيران وهي تنتهك أعراضنا في اليمن. استحوا. عيب، أقل شيء عيب، وخصوصا فيما يخص الملف اليمني. أنا بحط أصابعي الاثنين هذولا في عين تبون وفي عين شنقريحة وفي عين أكبر شنب جزائري. أنا من انتقد المغاربة يومها، وأنا من حييت انسحابهم. دخلوا بنية صادقة حسب الأهداف الذي رسمها التحالف. لما انحرفت قالوا مع السلامة للسعودية، باي باي، رغم أن مصالحهم في السعودية ومصالحهم في الإمارات، ومع هذا ضربوا عرض الحائط ومشوا. عندما حوصرت قطر لم يجرؤ رئيس عربي أن يزور قطر إلا الملك محمد السادس فقط، أسأل الله له الشفاء والعافية. أنت من وجيت تقول لي فعلوا؟ يا أخي يكفي والله لو لم يكن من جرائمكم إلا تأييدكم لبشار. بس تكفي يكفيكم عار إلى أبد الدهر. وعدك رحت بكل إجرام تبون الأهبل يقول لك إيش؟ يتبرع لضحايا الزلزال. يا بني آدم الزلزال أرحم من بشار. الزلزال أرحم من بشار 1000 مرة. كم قتل الزلزال؟ 20,000 سوري. بشار قتل 500,000 وأنت تؤيده. إذا فيما يخص العلاقات الدولية اسكتوا. أنت كجزائري استحي. إذا عندك حمرة خجل وانت شوية أبيض، إذا أنت أبيض شوية مطمطم تطلع لك حمرة خجل شوية وتستحي. إذا كنت جزائري حر وعندك حياة. هذا شيء. الشيء الثاني، المغاربة احتووني وسيحتووك. حتى لو جيت انت ناقص حنان اصلا. انت على فكره انتم كجزائريين فيكم جفاف روحي. ما ادري نظام العسكر هذا ورط فيكم، اصبح فيكم غلظه، اصبح فيكم قسوه يا اخي. والله انك بحاجه الى الاخلاق المغربيه الملائكيه. عندما يجي يحتضنك المغربي بكل ود وبكل حب وبكل محبه، يأسرك يحتويك، مش في بيته. انا الان في بيت مغربي، شوف ترك لي البيت وخرج، قلت له روح يا اخي امشي، طرح لي المفاتيح ومشى. يحتووكم حتى انتم ناقصين حنان، انتم فقراء حنان روحيا، انتم تعبانين يا اخي. حكم عسكر ورا عسكر ورا عسكر ورا عسكر خلى قلوبكم ناشفه. يا اخي واحد منكم قتل 2 داخل العمره، الله يخرب بيوتكم. هذا المتدين فيكم كيف السكران، كيف الطرطور، كيف المحبب. اذا كان هذا المتدين اللي راح يعتمر دق 2 وبكره ما يعدموه هو الثالث راح. يا اخي أنت قتلتوا 400,000 بني آدم يا أخي في عشريتكم السوداء، وجيت تكلم لي على المغاربة وعلى المغاربة. احتووني نعم،
احتووني بكل حب، ما طالب انا منهم يحتووني ولا هم طالب مني شيء، محبه يا اخي. بيلقاني المغربي يحتضنني بكل حب، والله انهم يأسروا القلوب. وانت اعلم قبلي من المغاربه بأخلاق يا رجال، احتووا رئيسك واحتووا زعيمك وخلوكم رجال وعلموكم وقروكم صلحوا لكم. والآن تقول لي الواحد يدرس في فرنسا، الواحد ايوه، انت لا تنكر انت فضل فرنسا. هل تستطيع انت ان تنكر فضل فرنسا عليك؟ لا تستطيع، لكنك تنكر افضال المغرب. انا دخلت رايت بعيني فان كان يرقد بخروبه، فان كان يرقد، فان كان يتنكر، فان القهوه اللي كان يرقد فيها رايتها بام عيني في بركان في وجده. نكرت كل شيء، اليوم تعاديه لانكم لئام. لا اقصدك انت، من يحكموك ومن يدور في فلك الحاكم الجزائري لئام. وان انت اكرمت الكريم ملكته، وان انت اكرمت اللئيم تمرد. انتم حق واحد فرنسي يدوس على رؤوسكم، اما مغربي جار يعتني بك ويحتفظ بك ما انتم حق معروف ابدا. مثل ذيل الكلب ما ينعدل، ما ينعدل لو علقت عليه قالب. انا لا اقصدك يا اخي المتحدث. اخر نقطه انه املاك الجزائريين انا علقت عليه اعتداء جزائري على مواطن مغربي. اسكت يا اخي، اقول لي اتحداك ان تاتيني باعتداء الان لمغاربي. يا اخي بتراجموهم داخل الملعب، بيجي يلعب كره قدم بتسميه قرد وتقول لها البنانه وتسبوا امهاتهم. لا سلمه الام ولا سلمة الأخت ولا سلمة الأعراض ولا سلمة المحارم ولا سلمة أي شيء. اسعد اصبر يا أخي، أنا مكمل الآن وبعطيك، والله بعطيك حق رد، والله بعطيك حق رد يا أخي، بعطيك حق رد. لا أعطي مغربي يتكلم. دعني أشرب. أنا صاحب اللايف، أنا صاحب اللايف. أما المغربي إذا تكلم هو بينسفك قد ياسر نوم، بيقوم الان يطحن الدنيا طحن. بس انا اكلمك كصاحب اللايف. انا عارف ان انتم يوجعكم الكلام الصح، لكن تألموا وانتم ساكتين. يعني اقل شيء اذا طلعتوا اللايف تطلعوا اللايف، انا اعتبرك من الجزائريين اللي هو قد انت احسن حبه في الكرتون. انت لو الكل مثلك يا سلام، والله انك مخلق للامانه، انت انسان. انا لا انكر يا اخي كريم، والله لا انكر ان في الجزائر احرار وشرفاء ومؤدبين وعلى دين وعلى خلق، لكنهم مهمشون. اليوم الجزائر أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. الطهارة والنزاهة والأخوة والعروبة والدين اليوم التهمة عندكم، تهمة مثل قوم لوط. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الطهارة ممنوعة في الجزائر اليوم. لازم تكون تبوني ولا شنقريحي ولا واحد من هذا المجرمين الذي يؤيدوا وتسب وتلعن بقدر ما أنت تسب المغاربة وتدخل في أعراضهم. أوه أنت جزائري محترم، بلغت قمة الوطنية. بوسبير تجي تقول لي بوسبير على اساس ان انت المدينه الفاضله، ما عندك دعاره وما عندك مشاكل وما عندك شيء، وتفتح علم بوسبير وبعدين تفتح على نفسك باب ويجي يقول لك اللي كان فيه ليس المغربيه وتفتح دعاره. يا اخي انت بتستخدم الدعاره اسلوب في نقاشك. من اين سياتي لك حجه ومن اين سيكون لك كلام؟ خذ يا اخي كم تريد دقائق، كم تريد قول لي كم تريد احسبها لك. أنا لا نجاوبكم بعد. كم تريد دقائق؟ كم تريد عشان أعطيك أصفر العداد؟ كم تريد دقائق؟ قول لي كم ما تشتي؟ أعطيني 5 دقائق. 5 دقائق، خذ 6 واحدة مني هدية، تفضل. ما كاش مشكل. أنا كنت نفضل أنك تعطي المداخلة هذه المغربي يجاوب. هو المغربي سيتكلم، أنا تكلمت كصاحب اللايف والمغربي سيتكلم، موجودين. ما كاش مشكل. تكلمت على بيت القنصل. انا ما فاجأتني انه بيت القنصل في الجزائر هذاك رزق جزائري. يعني بيت القنصل لا يتعدى عليه، حتى هذو اللي سجلتهم، حتى انه بيت القنصل في الجزائر ما تاع المغربي في الجزائر ما يتعداوش عليه، لانه هذه ملكيه مغربيه. وفي المغرب بيت القنصل ملكيه جزائريه، هذه اكيد ما يتعداوش عليه. قلت لي انتم روجتوا للصهاينه يا اخي، قلت لي انتم كاش ناس رجوا للصهاينه عندكم. إذا رحنا لإسرائيل، أنا نعطيك دلائل مادية، وكتبنا شارع الحسن الثاني في إسرائيل، تجد شارع للحسن الثاني في إسرائيل. يعني مانيش عارف شكون اللي غيروج للصهاينة، احنا ولا هما. قلت لي أن الجزائريين في المغرب أملاكهم وكل شيء. أنا أقول لك بأن المغاربة في الجزائريين تجنسوا، عندهم الجنسية الجزائرية في المغرب في الجزائر بدلائل مادية أنا نعرفهم. أما الجزائريين اللي كانوا في المغرب لم يحصلوا على الجنسية الجزائرية مع الجنسية المغربية، ما حصلوش على الجنسية المغربية. كانت عندهم إقامة، والإقامة إذا
فاتوا 6 أشهر تسقط الإقامة. حتى في الكوفيد كاين ناس بزاف اللي الإقامة سقطت لهم في الكوفيد، اللي كان عندهم أملاكهم وكانوا يزوروا أهاليهم وكانت عندهم إقامة في المغرب سقطت بعد 6 أشهر. أنا نعرف امرأة كانت متزوجة بمغربي وتوفى، وفي الكوفيد هي عايشة اليوم في فرنسا. في الكوفيد راحت أكثر من 2 في المطار، سقطت منها الإقامة في المطار وعاودوا رجعوها لفرنسا بالرغم من أنها متزوجة بمغربي. هذا دليل مادي. وقلت لي أنه المغرب دخلت إلى اليمن وخرجت. أنا نقول لك حتى أمريكا دخلت إلى العراق وخرجت، حتى أمريكا دخلت إلى أفغانستان وخرجت. بعد ما داروها مستنقع للإرهاب تخرج أكيد، لأنه هو الهدف. ما هو الهدف؟ الدخول، تدمير البلد وبعد الخروج. امريكا دخلت للعراق، دمرت العراق وخرجت. اليوم امريكي يقول لك انا دخلت وخرجت بعدما رايت الفصائل وهذوك الامور خرجت. الجزائر لم تشارك في تدمير العراق ولم تشارك في تدمير اليمن. الجزائر ما دخلتش، قالت هذه قضيه داخليه يمنيه، انتم بينكم وبين ايران. الله يسهل عليكم. علاش ايران ما استعمرتكمش قبل؟ ما استعمرتكمش في 2000 و2001 و2002 وكانوا كاين مشاكل. احنا في الجزائر كان عندنا مشاكل داخليه، ما دخلوش ورفضنا اننا يدخل منا النيط، وكان عندنا مشاكل داخليه. انت تقول ماتوا عندنا في الجزائر 200,000 ولا مانيش عارف. حتى اوروبا يعني كانت باغيه تدخل، والنيطو كانوا باغيين يدخلوا ما دخلوش. احنا رفضناهم باغي يدخلوا. ما تدخل ما تخرج، احنا عندنا ما تدخل ما تخرج. وقلت لي انه تأييد بشار ما تأييد بشار مانيش عارف. انت المغربي اذا ايد الصهاينه وشفنا وزير الدفاع يتجول في المغرب وعندك امر عادي جدا. ولكن اذا الجزائر دعمت بشار بصفته هو رئيس سوريا الى حين يتم تغييره، هرم العراق كان عندهم بشار الاسد قتلوه جابوا واحد اخر. الجزائر تعترف برئيس العراق، ما عندناش مشكله. اليوم هما السوريين عندهم مشكله مع بشار، الدوله تتعامل مع الدوله ما تتعاملش مع الفصائل. اليوم كاين في سوريا فصيله دارت عالم اخر، حتى ما نمشي تبنوا. حتى العالم السوري داروا عالم اخر بعالم اخضر واسود و3 نجمات. انا باغي الجزائر يعترفوا بهم وماشي عندهم حتى الدوله كامله. الله يسهل عليهم. هذا امر سوري في بيناتهم. حتى في امر المساعدات في الزلزال سيسوا الامر، وانتم ساعدتوهم تسييس الامر حتى في الامور الانسانيه. وسوريا اذا بقاو بهذه العقليه واذا بقاو العرب كيفكم انتم هكا تدعموهم بهذه العقليه عمرهم ما غادي يخرجوا، لانه اليوم هما راهم بحرب اهليه داخليه كارثه. وبشار الاسد ما دعمتوش. بشار الاسد دعموا كل الدول. عنده يومين كان في زياره لسلطنه عمان، ما شفتكش انا هاجم سلطنه عمان. بشار الاسد هو بلحمه وشحمه اخذ الطائره ونزل في سلطنه عمان. ولا واحد هاجم سلطنة عمان. أهمكم الجزائر وفقط. الإمارات رسلت له، السعودية رسلت له، البارح رسلت له المجر. شكرا. كل الدول مازال لي دقيقة. لا خلاص شكرا لك أخي كريم. إذا سمحت لي ياسر بس أخذ أيضا 5 دقائق، لأنه هو الأخ كريم يحاول أن يخلط الأمور. يعني شوف، أنا لا أقر التعامل المغربي مع الصهاينة من داخل المغرب. شوف أقولها لك من داخل المغرب، لا يمكن أن أقره ولا يمكن أن أبرره أبدا. لكن أنت الآن تبرر لبلدك، ما عندك شجاعة أن تقول أن دعم بشار جريمة. هل تستطيع أن تقولها؟ ما تستطيع. تذهب إلى المغرب والصهاينة. أنت كمسلم جزائري شريف، قفل الميكروفون يا ياسر، قفل يا الميكروفون. لا تستطيع أن تقولها، تحاول تراوغ تهرب. أنا أقول لك، أنا من داخل المغرب أقسم لك بالله لن أقر أنا أبدا لو ضغطوا علي المغاربة من اليوم ليوم القيامة التعامل مع الكيان الصهيوني. لكن تعال يا أخي، خذ ورقة وقلم ونقيس الأمور أخلاقيا بالدم بالجماجم. أنتم عندكم تخصص جماجم، أنتم تحبوا تحصوا الجماجم الذي لديكم 1,000,000 نصف مليون جمجمة كذا. أنتم ما شاء الله عليكم بارعين في إحصاء الجماجم. تعال نحصي قتل الطرفين. تعال نأخذ مثلا الصهاينة الذي المغاربة لهم علاقات بهم. كم قتلوا يا أخي؟ كم قتلوا؟ قل لي كم قتلوا. شوف أنا لا أبرر، لكن علشان أضعك في الزاوية أوريك أنك ترتكب سقوط أخلاقي عندما تبرر لتبون أو لغيره أن يدعم واحد مثل بشار النعجة. تمام؟ إذا أخذنا هذه مسألة القتل، أنت تقول دولة ودولة، المغاربة سيقول لك إحنا هي دولة إسرائيل. إذا تقول إحنا نتعامل مع دولة رئيس بشار رئيس، وهذا بيقول لك إسرائيل دولة وأمر واقع، انتهى الواقع. كيف سترد كيان صهيوني؟ أوكي، كيان صهيوني دولة اسمها إسرائيل معترف بها من كل مكان.
يعني ممكن المغربي يصفعك ويمشي في هذا الجانب. لكن إذا ما أخذناها أخلاقيا بعيدا عن السياسة وبعيدا عن القوانين الدولية والقانون الدولي وأمر الواقع وأن هذه دولة وهذه دولة، من باب الأخلاق، كم قتلت إسرائيل منذ أن احتلت إسرائيل فلسطين إلى اليوم؟ كم؟ خذ ورقة وقلم واكتب. أقسم لك بالله لا يساوي حتى 2% مما قتل بشار الأسد، بشار النعجة، وأنت تدعمه. إذا كنت مخطئين الاثنين، إذا كان دعم بشار جريمة ودعم الكيان الصهيوني جريمة، فإن دعم بشار أكبر سوءا وأكبر إجراما وأكبر خساسة وأكبر نذالة وأكبر حقارة من دعم الكيان الصهيوني. هذه واحدة لن تستطيع أن تردها عليه. عندما تخلط تدخل المغاربة في اليمن وتصفه مثل تدخل أمريكا في أفغانستان، هذا غباء مستفحل. المغرب دخلت دولة من ضمن 21 دولة بطائرة، تقارنها بمن دخلت بما أدري كم ترسانة عسكرية في أفغانستان. كيف تقارن لي التدخل الأمريكي في العراق بالتدخل المغربي في اليمن؟ لا يوجد وجه للمقارنة ولا وجه للقياس ولا وجه لأي شيء. أولئك قتلوا، دخلت المغرب بطائرة يا حبيب، بطائرة واحدة، لم تقتل يمنيا واحدا. وأؤكدها لك وأقسم بالله أن هذه معلومة حقيقية، أن المغاربة في اليمن لم يقتلوا ولم يجرحوا يمنيا واحدا. تقارن هذا بالتدخل الأمريكي في العراق والتدخل الأمريكي في أفغانستان، ما لكم كيف تحكمون؟ يا أخي إحنا ثمنا دور المغاربة عندما انسحبوا. هل تستطيع أنت الآن كجزائري، اعطني يا أخي، اعطني، اطلع أنت انبش في تاريخك، في شنقريحاتك، في تبونياتك، أن يأتوني بموقف رسمي للحكومة الجزائرية يعني تدين الجرائم الإيرانية في اليمن. يقول لك نحن لم نتدخل في العراق. يا أخي اتق الله، يا أخي اتق الله، يا أخي مليون بني آدم قتلت تحت راية آل البيت أحبابكم الإيرانيين، وتقول لي ما تتدخل بدعم جزائري لا محدود. إيران تقتل في العراق وتقتل في اليمن بدعم جزائري دبلوماسي إن لم يكن عسكريا، وجه تقول إحنا ما تدخلنا. يا أخي إحنا حمائم سلام، إحنا لا نتدخل، وبشار هذا دولة وهو الرئيس وهو ما لك أنت كيف تحكموه؟ بأي عقلية أنت بتفكر؟ بتجي تناقشني أنا يا أخي؟ طيب ناقشني أقل شيء بأمور عقلانية يا أخي. شبعنا بهدلة، شبعنا مرمطة، شبعنا وإحنا نمرمطكم وإحنا نقريكم، ولا فكرتوا ولا عقلتوا. أقسم لكم بالله لو عندكم كرامة ما تطلعوا اللايف يا أخي، والله لو عندك كرامة ما تطلع اللايف. إيش أنتم من أي قرش؟ أنتم من أي جنسية؟ لا ابتعد عن التهجم يا دقيقة يا أخي لو سمحت، من فضلك ابتعد عن التهجم، لا تقطعها بالأفكار. يسألك بالله، قفل الميكروفون. شوف النقطة الأخيرة والذي فيها نوع من الوقاحة يا أخي، اسمح لي أنه تقول أنت نحن نتعامل مع دول، لا نتعامل مع فصائل. خليني أمسك لك الأول. نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول. العراق لها شؤون داخلية، ما ندخلش. يعني نتفرج على إيران وهي تقتل السنة، تقتل آل البيت، اقتلوا، تصفية، وتصفيهم في اليمن مليون وراء مليون، والجزائري هناك أنا والله لا أتدخل في الشؤون الداخلية. يا سلام عليك يا روح أمك، وبعد شوية تطلع تقول لي نحن مع القضايا العادلة. يا أخي أنت في أي كوكب؟ أنت يقتلونا بالملايين، إيران تقتلنا بدعم دبلوماسي وسياسي وربما عسكري جزائري، وش تقول لي والله احنا ما نتدخلش. يا أخي طيب انقذنا. طيب يا أخي موقف أخلاقي، تطلع نحن ندين الجرائم الإيرانية الصفوية في اليمن وفي العراق. يستطيع تبدون؟ ما تستطيع. وفي الآخر تقول لي والله نحن ننصر القضية العادلة. واخي اقسم لكم بالله ان فيكم وقاحة لا توجد الا في شنقريحة، ما توجد الا في شنقريحة يا كريم. انا عاد اعتبرك جزائري محترم، ولا اقسم بالله انهيك، يعني ادخلك مقبرة سعد الشرعي مع تظهر عمرك، ولا عاد احد يلقاك نهائيا. الفرية الأخيرة، نحن لا نتعامل مع فصائل، نحن نتعامل مع دول. أولا لماذا تتدخل في الشأن المغربي يا أخي؟ أنت قضيتك الرئيسية الأولى الذي تبون يصحى وينوم، والذي دوائركم العسكرية تشتغل عليها، والذي تسليحكم وسياستكم ودبلوماسيتكم هي التدخل في الشأن المغربي. معاهم شوية انفصاليين اسمهم بوليزاريو،
شويه لفلف هم معمر القذافي مقعشين محجوب السالك وهذول الولي السيد، عمل منهم فصيل حقير تافه اسمه البوليساريو. عندهم مشاكل في الجنوب. انت لماذا تتدخل؟ لا تقول لي قضايا عادله، اقسم بالله لا اطرك طره، لا ما انزل لك طقم الاسنان. لا تقول لي قضايا عادله، لا تقول لي قضيه الصحراء قضيه الجمهوريه الصحراوي قضيه عادله، لا تقول لي هكذا اللي بعورك. شوف بعورك بنهيك. لماذا تتدخل؟ نحن في العراق ايران تقتل وتسحل وكل شيء، يا جزائريين والله احنا ما ندخلش في قضايا الدول. لماذا تتدخل في الشان المغربي؟